يلا بينا نعمل وصفتين حلوين كده للقرنبيط. القرنبيط كتير طبعا في الاسواق اليومين دول، فهنعمل بيهم بقى ايه احلى وصفتين. الوصفه الاولانيه شوربه كده تدفينا في الشتاء، خطيره وصحيه وطعمها تحفه. تاني وصفه معايا طاجن بشاميل بالقرنبيط. لو عندك بقى شويه قرنبيط كده مقليين ومحدش راضي ياكلهم، هنعمل بيهم الوصفه الحلوه دي. الاولاد عندك هيدمنوها، حلوه جدا وطعمها تحفه. نقول بسم الله. واول وصفه معايا الشوربه. هنجيب الحلة كده بتاعتنا واضيف عليها معلقة من الزبدة بالشكل ده. اول ما تسيح معايا الزبدة هنزل عليها بالبصلة، بصلة كبيرة مبشورة بالشكل ده. هبتدي ان انا اشوحها كده في الزبدة كويس جدا. وبعد كده انزل بقى بالبهارات بتاعتي، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. هنزل بقى بالملح بتاعي، طبعا الملح حسب الرغبة. انا ضفت معلقه صغيره، وبعد كده هبقى اشوف طعمها ما اخلص الشوربه خالص. تاني حاجه هنزل عليها بقى بجزره كبيره كده بشرتها ناعم بالشكل ده، وابتدي اشوحها بقى مع البصله كده كويس جدا. هفضل بقى اشوح في البصله كده والجزر مع بعض كده لحد ما احس خلاص ان الجزر كده بدأ يدبل معايا. هضيف عليه كام فص توم، 3 فصوص توم كده مفرومين بالشكل ده، واشوح بقى فيهم تاني. وبعد كده اغطي عليها لحد ما السوائل اللي في الجزر والبصل ده يروحوا خالص، يعني الاتنين يبقوا كده مفيش فيهم ميه خالص، نشفوا معايا بالشكل ده كده. تمام قوي، والريحة بقى رهيبة. هنزل بقى بالكام قرنبيط اللي عندي، كام واحدة كده مسلوقين. هبتدي انزل عليهم بقى بالقرنبيط، وبعد كده اقلب بقى فيهم كده واشوح فيهم كويس قوي. بجد من يعني بجد شوربة حلوة جدا، وهتدفي كده في الشتاء وخطيرة. نزلت عليها هنا بمعلقة صغيرة من الدقيق، ممكن تشوحيها كمان مع البصلة. نزلت عليهم بقى بالمرقة. لو ما عندكيش مرقة، دي مرقة فراخ عادي. لو ما عندكيش مرقة ضيفي بقى مرقة دجاج. بس بالشوربة بقى بصراحة بتبقى حلوة جدا. هنا بقى اغطي عليها، وبعد ما تغلي معايا هبتدي ان انا افرم بقى ايه القرنبيط كده مع الجزر بالهاند بلندر، او تسيبيها تهدى شويه وبعد كده تفرميها في الخلاط لحد ما تبقى معايا ناعمه جدا بالشكل الجميل ده. خدت بقى غلوتين كده على النار، وبعدين ضفت بقى عليها الكزبره الخضراء، وكده خلاص الشوربه عندي بقت تمام. هبتدي بقى اغرف كده واحطها بقى في طبق التقديم. خطيره، ده الريحه بقى قلبت البيت. نجيب بقى شوية عيش كده محمصينه، وقرنبيطاية بقى كده من اللي فايضين عندنا مقليين، وعود كزبرة، واشربي بقى احلى شوربة. شايفين الجمال؟ بجد خطيرة وطعمها تحفة، لازم تجربوها. وصفة سهلة وبسيطة وهتدفينا، وبجد طعمها تحفة. ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا اللي هنعمل بقى فيه صينية البشاميل. وجبت عندي بقى شوية القرنبيط اللي كانوا مقليين. انا بحبها طبعا ما هي مقليه بصراحه. لما بيكونوا بقى فايضين كده بحب ان هما يفيض شويه قرنبيط كده مقليين. بحب اعمل بيهم بقى الصينيه الحلوه دي. بفرمها كده بالشكل ده وافردها بقى في الصينيه. انا هقسم شويه القرنبيط كده على نصين، وبعد كده اجيب بقى لحمه متعصجه كنت معصجاها. طبعا كلنا عارفين تعصيج اللحمه، كل واحد بقى يحطها زي ما يحب. بس القرنبيط بجد لما بيبقى مقلي مع اللحمة المفرومة بيبقى خطير. جربته بصراحة وهو مسلوق ما كانش يعني حلو قوي، لكن لما بيكون مقلي كده بيبقى حلو وخطير. يعني كل بقى الطعم الحلو بتاع القرنبيط المقلي مع اللحمة حاجة تانية. جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا. كده بقى نركن الصينية بتاعتنا على جنب، ونبتدي نعمل في البشاميل. نجيب بقى السخان بتاعي، ونجيب بعد كده الحلة، واضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة بالشكل ده.
هنعمل بشاميل يعني ايه، يعني يكون سميك شوية عن البشاميل اللي احنا بنعمله المكرونة البشاميل. حطيت هنا برضو معلقتين كبار من الدقيق، هشوح فيهم بقى كويس قوي في السمنة. لازم الدقيق كده يبقى قليل شوية عن السمنة. حطيت بهارات فلفل اسود ومرقة وشوية حبهان كده مطحونين، وابتديت بقى ان انا اقلب فيها كده لحد ما ريحة الدقيق عندك يعني تشمي ريحتها كده يبقى خلاص. طبعا الملح حسب الرغبة وزي ما انت عايزة، طبعا احنا حاطين مرقة فالمرقة حادقة فما تكتريش ملح. هنا خلاص الدقيق كده اتحمص معايا في السمنة كويس قوي ولونه كده اتغير. ضفت عليه نص كيلو من الحليب بالشكل ده. انا هضيف الاول شوية واقلبهم لحد ما يتماسكوا معايا، ما يوصلوا معايا كده طبعا هبتدي بقى انا ازود باقي الحليب. وكده البشاميل عندي بقى جاهز ومظبوط جدا. يعني هوريكم بقى السماكة بتاعته كده بقى تمام قوي. شايفين؟ خطير. هجيب بقى الطاجن بتاعي اللي انا حطيت فيه بقى القرنبيط، واحط بقى على الوش كده ايه شوية البشاميل بالشكل ده، اغرقها بقى كلها بشاميل. عاملين بقى كمية حلوة من البشاميل، وجبت بقى شوية جبن كده موتزاريلا على الوش. كل الجبن دي بقى هتسيح وادخلها بقى الفرن تتشمع كده معايا وتاخد الوش الجميل ده. وكده عملنا احلى طاجن يعني قرنبيط بالبشاميل خطير. يعني الاولاد لو ما كلوش القرنبيط المقلي هياكلوها بقى بالطريقة الحلوة دي، بجد خطير وطعمه تحفة. ابتدي بقى يهدى معايا وابتدي ان انا اقطع فيه بالشكل ده. هيطلع معاكي بقى شكله تحفة زي الخرط كده بتاعة البشاميل، المكرونة البشاميل اللي بنعملها. ده بقى كمان احلى بكتير. ممكن تاكليها بجد جنب رز، يعني لو حابة كمان تعملي رز ابيض هتاكليه جنبها. هنا احنا بصراحة بناكله بقى بالعيش فبيبقى خطير، وممكن تاكليه كده حاف فمشبع برضو خطير وطعمه تحفة. شايفين الجمال؟ يعني بجد يفتح النفس. من احلى الوصفات، وصفة سهلة جدا وبسيطة ومشبعة جدا وطعمها خطير. لازم تجربوها، يعني مش قادرة اقولكوا على طعمها. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات. بتمنى الوصفات تكون عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم هند سليم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد، واشوفكم على خير. باي باي.